السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن مشكلة واجهت تقريبا كل اللي بيشتغل على الأوتوكاد، وهي إن الكاد بيهنج بيقف فجأة أو بتحس الماوس بيقطع كده وأنت بتتحرك. ناس كتير بتفكر إن السبب من الجهاز أو من كارت الشاشة، بس الحقيقة إن في عددين صغيرين هم السبب في كل ده. النهاردة هفهمك يعني إيه جرافيك بيرفورمانس ويعني إيه سناب مود، وهنحل المشكلة خطوة بخطوة سوا. خليك معايا عشان بعد الفيديو ده إن شاء الله الكاد عندك هيبقى خفيف وزي الفل. مبدئيا كده هنفتح الكاد مع بعض. أول إعداد عندنا هو جرافيك بيرفورمانس، وده ببساطة مسؤول عن تشغيل الرسومات باستخدام كارت الشاشة بدل البروسيسور. واللي جرافيك بيرفورمانس موجود عندي تحت هنا، علامة عاملة زي المروحة. لو مش ظاهرة عندك هنعدي على الثلاث نقط دول وهننزل تحت، هتلاقيها مش معمول علامة صح، هتعلم عليها هتلاقيها ظهرت عندك تحت. عشان نعدي عليها هندوس كليك يمين، جرافيك بيرفورمانس، هتلاقيها مقفولة عندك. في الطبيعي الأوتوكاد بيستخدم كارت الشاشة عشان الحركة والزوم تبقى سلسة أكتر، بس لو الكارت أو التعريف بتاعه مش متوافق الإعداد ده بيعمل العكس تماما وبيخلي البرنامج يهنج. فالحل ببساطة إنك تجرب الحالتين، تشغل وتشوف الأداء أو تقفل وتشوف الفرق وشوف أنهي وضع أنسب لجهازك. وطبعا لازم تتأكد إن تعريف كارت الشاشة محدث لآخر إصدار. دلوقتي هنروح عند كلمة هاردوير نفعلها. لو هي مش متفعلة عندك فعلها وجرب، وانزل تحت على الاختيارات اللي هنا دي، تشيك عليها. تاني إعداد وهو السناب مود، وده وضع بيخلي المؤشر يمشي على نقاط معينة في الشبكة، يعني الماوس بيتحرك بخطوات ثابتة بدل الحركة الحرة. يعني لو احنا مختارين شكل كده، عملنا موف، هتلاقيه بيمشي معاك على خطوط ثابتة مش بحركة حرة. الميزة دي حلوة لو بتحتاج دقة معينة، بس لو شغالة وانت مش محتاجها هتحس المؤشر بيقطع أو بيقفز، وساعتها بتحس إن الكارت تقيل. وطبعا الحل بسيط جدا، هننزل تحت هنا عند النقط دول، لو هي لونها بالأزرق ده كده هي متفعلة، هنلغي التفعيل بتاعها أو ليها اختصار عن طريق ال F9. F9 بتلغي التفعيل و F9 بترجع التفعيل. وهي لو مش ظاهرة عندنا من الأساس هنروح عند الثلاث نقط دول وهنطلع ندور على سناب مود، هنلاقيها مش متفعلة، هندوس عليها هتظهر معانا تحت. جرب كده تتحرك دلوقتي بعد الخطوات دي، شايف الفرق؟ الكات بقى خفيف وسلس جدا كأنك لسه منزله جديد. يعني باختصار يا جماعة، لو الكات عندك بيهنج راجع الإعدادين بس، جرافيك بيرفورمانس وسناب مود. الاتنين دول بيحلوا حوالي 90% من مشاكل التهنيج في الأوتوكاد. جربهم وارجع احكي لي في الكومنتات عملوا معاك ايه. ولو استفدت ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة. أنا المهندس أحمد رفعت، أشوفكم في الفيديو الجاي.